الجميع استعداد للطبسة جمعا كليا. طابس. هؤلاء الذين يحكمون دمشق ومنهم الشيباني، عندما كانت الطائرات الروسية وتقصف إدلب ومحيط إدلب وتقصف الفصائل المسلحة، موسكو تبيدنا، موسكو تقتلنا، وإدلب تحترق تحت نيران الروسي. والآن ماذا يجري الآن؟ نظام إمارة الجولاني في إدلب الذي تحول إلى النظام الحاكم في سوريا يستجدي الانفتاح على الروس لم يأتوا إلى دمشق، هم طاروا إلى موسكو. طبعا الدربكشية والهشك بكشك في الإعلام الرسمي والإعلام الموازي فسروا الموضوع على أنه نصر، على دائما هيك بيفسروا الموضوع أنه ما في تنازل، ما في كذا، وهو انتصار، ومن الكلام السخيف هذا. لكن الأصل أولا ديون نظام الأسد لدى الروس تحولت إلى ديون النظام الحالي، هذا أولا. 2، عودة روسيا إلى قواعدها العسكرية في الساحل السوري، وبشكل يعني يضمن المصالح الروسية هناك. هذان الأمران يعني تنازل ولا لا تنازل؟ إذن الأسلحة والقنابل والأسلحة التي استخدمتها روسيا، والقنابل التي ألقتها على إدلب وعلى أهل السنة والجماعة، ومن هالقصص اللي يعني كانت سجلت على ديون على نظام بشار الأسد. الآن حكومة بني أمية أصلهم ذهب، حكومة السنة والجماعة تتبنى هذه الديون، وستدفع لروسيا ثمن القنابل والصواريخ والأسلحة التي استخدمتها ضد أبناء الشعب السوري، ليكن هذا معلوما للقاصي والداني. هذا أولا. يعني عودة الروس إلى تلك القواعد يعني شيء طبيعي في العرف الدولي، أحيانا قطع العلاقات الدبلوماسية، اتخاذ إجراءات اقتصادية. نظام أحمد الشرع مطوبز على الآخر، لا يعني لا يلمح للروس نهائيا ولا للإيرانيين أنه ترى ديون النظام السابق نحن غير معنيين بها أبدا. أصلا في الإعلان الدستوري، مؤشرات الطوبزة في الإعلان الدستوري، إذا بترجعوا في مقدمة الإعلان أو هيك شيء، كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمها نظام بشار الأسد، النظام الحالي نظام أبو محمد الجولاني يحترم هذه الاتفاقيات. إذن الطوبزة في الروس أو الطوبزة في روسيا لصالح الروس، سيكون هنالك أيضا طوبزة لنظام الجولاني في سوريا لصالح الروس، والحاضر يعلم الغيب.